جميل دورنا جميل خلاص اوقف هنا، هي اوقف هنا، ديروا كذا ديروا كذا، ايوه كذا وجهك هنا. كذا يا اسطى، تعال انت هنا، تعال تعال كمان بس خلاص انت انزل كذا. سعودي والمدى البلاد يسجل هدى، الكل يطمح في لها، الكل يحلم في لها. عاصم الكل يبحث عن مكان تحت السطور المنتهى. الكبيرة في هذا الملعب وفي أرضية ملعب الفولي في قمة الكبيرة ينتظرها الجميع في هذا اليوم الكبير وفي هذه الليلة الكبيرة وفي هذه الأمسية الكبيرة. فريق الدولي كويك برجر يعود اللقاء من جديد بعدما تقابلوا في كأس الافتتاح. اليوم يصطدمون رأسا براس قدما بقدم، ينتظرون فيها من يحقق من يرد ومن يواصل الكبرياء على الثاني. فريق كويك في كأس الافتتاح تفوقوا على فريق الدولي ب5-3، لكن العصلاني الذياب العصلاني وكذلك ابراهيم الكويتي الحاضرين في هذه الليلة الكبيرة، وكذلك الحضور الاستاذ حسن. في هذا النهائي الكبير فريق كويك صافرة الحكم ياسر شيبة تعلن عن بداية هذا اللقاء. هذه المباراة النهائية، هذه الأمسية الكبيرة. كويك برجر الآن الفريق الذي يريد مواصلة القدرة على فريق الدولي الفريق الذي يبحث عن ردتين كرة الأمامية. نهائي كبير، نهائي أمسية، من اصطدم في كأس الافتتاح الآن يعود بهم اللقاء في النهائي وفي الليلة الكبيرة. الآن رمية جانبية شاكر، كرة من المدافع غادرت أرضية الملعب، راحت إلى غرفة الزاوية. عندها شاكر نجم جيل البوادي، نجم الجيل يحاول فيها ضربة زاوية على الناحية اليمنى لمصلحة فريق الدولي. كرة طويلة وعالية راسية بن اسحاق، لكن كرة بن اسحاق غادرت أرضية الملعب وتحولت إلى ضربة مرمى. كرة تحولت طويلة سريعة الأمام، العمود الآن يحاول فيها لعب الآن، لكن المدافع خياط في الكرة الماضية تميز فيها، خلص الكرة تحولت إلى رمية جانبية على الناحية اليسرى. الآن فيها كرة الآن كويك البرجر الآن يحاولون الآن الوعل مايكل المدافع الكبير يحاول فيها الآن ملعوبة الكرة في نفس الملعب. طلال الوعل تخلص عبد الله الشاكر، عبد الله راح، عبد الله سريع، نجم نادي الاتحاد السابق يحاول فيها، لكن الكرة من الحضري مصطفى الحضري حارس مرمى فريق كويك خلص الكرة بن اسحاق، نجم شمسان بن اسحاق محور الارض يريد ان يدور حول الارض الان. بن اسحاق يحاول يا لعيب بن اسحاق، لكن الكرة تحولت لمصلحة فريق الدولي. كرة طويلة وعالية ملعوبة احمد ان يكون امينا في هذا اللقاء وان يعتلي صدارة الهدافين وان يرفع الذهب، لكن الكرة الى ضربة مرمى. احمد بن اسحاق باكوبن لعبة امامية، ثامر الحكمي لعبة في نص الملعب، ياسر الان عاد فيها يا لعيب. الله يا فواز، الله يا فواز، الله على الحامي لعبة من تأتي بنيران صديقة، أخطر النيران الذي تحرق القلوب وتحرق المرمى. أحمد هوساني يسجل في مرماه ويأتي للتعادل والتقدم الدولي. حائط بشري كبير، لكن كرة مغربي تصويب. لا ينتظرون لدقائق من اجل ان يعدلوا، بل يحتاجون الى ثواني. فريق الكويت يعودون
محمد بن سلامة المصور لدى نادي الاتحاد وكذلك مشهور العالقي. احمد بن اسحاق احمد بن اسحاق نجم خط وسط العملاق. البيت الاماراتي للعود في الرعايه هو سبونسر الرسمي لهذه البطوله، يرعاها من بدايتها وحتى اليوم الختامي. سيناريو الهدف الاول مشاهدينا الكرام، كانت هجمه حمراء وارتدت بشكل سريع واستفاد منها فريق الدولي. حازم الحامدي يثأر للخساره، خسر في الافتتاح. الان 3-1. الاستاذ صالح باداود رئيس فريق كويت برجر. الاستاذ صالح باداود رئيس فريق كويت برجر جائزة افضل رئيس في هذه البطولة. جائزة افضل مدرب حاز عليها الاستاذ حازم الحامدي مدرب الفريق الدولي. الاستاذ حازم الحامدي مدرب الفريق الدولي. افضل حارس في هذه البطولة هو فواز هو افضل حارس في هذه البطولة، حارس فريق الدولي. فواز عبد العاطي افضل حارس في هذه البطولة. كويت برجر هو قائد الفريق ثامر الحكمي افضل لاعب في هذه البطوله، وكذلك عبد الله شاكر من الفريق الدولي. لاعبين جائزتين افضل لاعب في البطوله ثامر الحكمي وعبد الله شاكر افضل لاعبين في هذه البطوله. يلا هداف البطولة هو اللاعب محمود أمين. هداف هذه البطولة لا من لاعب فريق الكويت برجر. محمود أمين هداف البطولة، سجل هدف في المباراة النهائية. هداف البطولة ب10 أهداف تقريبا. التكريم الان لحكم المباراة الاستاذ ياسر شيبة. تكريم حكم المباراة الاستاذ ياسر شيبة، الحكم الذي قدم جوائز كبيرة. الفريق المثالي هو فريق شباب القرني بقيادة تركي القرني رئيس الفريق الان يستلم جائزة الفريق المثالي. الان صاحب المركز الثاني الفريق الذي قدم مستوى كبير في هذه البطولة فريق الكويت برجر، يتقدم من اجل استلام الميداليات الفضية وكاس المركز الثاني. فريق الكويت برجر قدم مستوى
تيم بيت العود الاماراتي. عودك لفريقي كويك برجر، فريق حقق بطولات وانجازات، خسر هذه البطولة. يلا يا شارك خش كاس المركز الثاني لفريق كويك برجر. لاعب فريق كويك برجر قدم مستوى كبير في هذه البطولة إلى أن يتقدم صاحب المركز الأول من حقق البطولة بطلا لبطولة بيت العود الإماراتي فريق الدولي، وبطلا لبطولة بيت العود الإماراتي من سجل نفسه بطل هذه البطولة فريق بيت العود الإماراتي. ألف مبروك لفريق الدولي، قدمتم لقاء كبير، بطولة كبيرة، استحقيتم الكاس بكل جدارة من هذا المكان. ألف مبروك لفريق الدولي، كاس بطولة تيم بيت العود الاماراتي. فريق الدولي الان يستلم الكؤوس الصغيرة، هذا بالنظام الجديد في دوري عبد اللطيف جميل، عندما استلم النصر في الموسم الماضي وقبله النصر كذلك وقبل الفتح والشباب الكؤوس الصغيرة بالنظام الجديد. لكن الان فريق الدولي حقق البطولة لأول مرة في هذه السنة، البطولة الأولى كتب نفسه أول الأبطال لهذه البطولة فريق الدولي. الكؤوس الذهبية في هذه الليلة كابتن الفريق، الآن كابتن الفريق اللاعب إياد شاكر، كابتن فريق الدولي إياد شاكر، من أجل استلام الكاس. إياد شاكر قائد فريق الدولي. يلا يا والله اجي بدالك انتبه. إياد شاكر الآن كلم هذا يا باستلام شيخ. الكاس مع رئيس الفريق المدرب، كاس البطولة الكاس الغالية لفريق الدولي. يلا يلا صور يلا فوق